السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي في اللي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب دايما تكونوا بخير. مبسوطة قوي ان احنا اتجمعنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبسوطة قوي ان انا بقى ليا اخوات في الله، يعني بتمنى بقى تشاركوني يومياتي وتنصحوني ونتكلم مع بعض، نخلي القناة كده دي للدردشة والرد على ايه، على اسئلتكم اللي بتجيلي على قناة احباب رسول الله دعاء محمد. فمادام انتوا بتسألوني وانا كنت واهبة ان القناة بتاعت احباب رسول الله دي لله، فمخليها كل كلامها ايه خاص بربنا سبحانه وتعالى، واحاديث وايات وكده، واللي بنتعلمه بنعلمه لغيرنا، بناخد فضله وثوابه عند ربنا سبحانه وتعالى، وبنتشارك الحسنات، علشان زي ما قلنا قبل كده، حسنات بدون مقابل ولا تعب ولا جهد. بس لو حد عرف مني حاجة عن طريق مثلا القناة دي، ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لي ليا الأجر. فسبحان الله، خلينا القناة دي لوحدها. أي رد بقى أو أي سؤال بيجيلي على كلامكم الجميل على التعليقات هناك، هرد عليه هنا في القناة. وبرضه في نفس الوقت نخلي القناة دي اجتماعية، فيها قصص متنوعة كده، فيها قصص روتين. مثلا وصفة حلوة عجبتني حبيت أقلدها كده من على النت، برضه أقلدها معاكم. برضه نصيحة حلوة، قصة حلوة، يعني خليها قناة متنوعة. وفي نفس الوقت بجد والله مبسوطة قوي ان ما شاء الله. آه، كان الاول اول ما عملت القناة دي كان كله عمال يخوفني، وهتلاقي تعليقات سلبية، وهتلاقي كلام انتقادات، وهتلاقي حاجات وحشة، وهتلاقي. وكان الموضوع صراحة بالنسبة لي كان مرعب، لان انا بصراحة من النوع اللي هو ايه، بخاف شوية. فجيت عملت القناة وتوكلت على الله، والحمد لله ما شفتش منها غير كل خير، الحمد لله. وكل اللي موجودين عليها بحبهم في الله وبيحبوني في الله. مفيش غير بس بعض الناس كده، حاجات بسيطة وممكن يكونوا قريبين مني قوي، هم اللي ضايقوني بتعليقاتهم السلبية على القناة. بس الحمد لله قدرت اتخطى ده معاكم وبدعمكم، وتحفيزكم وتشجيعكم ليا في كلامكم في الكومنتات، ان انتي ما تبصيش لحد وملكيش دعوه بحد، وسيبك من اللي يتكلم. وقدرت اتجاوز المرحله دي، والحمد لله فعلا. كلام الناس ما اثرش فيا خالص، ما دام اللي انا بعمله ده ما بيغضبش ربنا سبحانه وتعالى، وبيرضي ربنا، وفي نفس الوقت ما بعملش حاجه غلط او تقلل من شأني، او تقلل من ولادي وجوزي وبيتي وحياتي. فخلاص ما عدتش بدي لحد اهتمام. اهم حاجه في حياتي راضيه عني ربنا سبحانه وتعالى وقالي، خلاص ما يهمنيش اي حد تاني. وفي نفس الوقت اتعرفت بناس جميله بتحب لغيرها الخير، يعني بتحب الناس بدون مقابل كده، وجواهم قلوبهم سليمة وعلى الفطرة وطيبين قوي. يعني ما شاء الله، لما عملت القناة بتاعت أحباب رسول الله دي، كان في ست قد في عمر جدتي مش في عمر والدتي. لو غبت يوم بس على الفيسبوك، ما نزلتش منشور او نزلت اي حاجه كده على الفيسبوك، تلاقيها داخلالي على الخاص: انت عامله ايه يا بنتي، انت مش بتظهري، انت فين، انت مش عارفه ايه. فاللي هو ايه، تلاقوها بتسأل عني كده وتطمن عليا. فحبيت الموضوع قوي. وبرضو اللي حبيته اكتر لما لقيت بنت بتقول لي انا نفسي البس النقاب، بس ناقشت معاها ولقيتها بسم الله ما شاء الله اقتنعت. وبجد والله بقيت مبسوطة قوي، يعني فاهمين ازاي ان انا ربنا سبحانه وتعالى جعلني سبب، بس ان واحدة زي دي تلبس النقاب، بسم الله ما شاء الله. يعني حاجة فرحتني جدا، يمكن والله فرحت قوي الموضوع ده. وفي نفس الوقت برضو التعليقات بتاعكم الجميلة، والله ببقى عايزة اعرضها واجيبها كده، اللي هي ببقى مش عايزة اقولكم ببقى فرحانة بيها ازاي. فاهمين كم الدعاء بس اللي بيجيلي في التعليقات ده عن ظهر غيب، ده فضله ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. دي حاجة بتفرحني جدا والله، وبجد والله. ربنا يجازي كل حد خير دعا لي دعوة عن ظهر غيب، وله المثل والزيادة. والله ربنا يعلم بحبكم قد ايه في الله، وبدعي لكم وبفتكركم دايما في صلاتي وبفتكركم دايما وانا بدعي ربنا سبحانه وتعالى ربنا يوفقكم ويرزقكم كل اللي انتم بتتمنوه. حد كان بيكتب لي طلعي سارة معاكي ومحمد ومش عارفة ايه، فاللي هو يعني اللي يعرفني يعني عن قرب ويعرف سارة ومحمد، سارة دي اختي الصغيرة تعتبر بنتي، وبرضه محمد ده ابني الكبير، مفيش فرق ما بينهم، بس ما شاء الله دول الكبار بتوعي. ربنا يخليهم يا رب ويحفظهم. فانا قررت القناة هنا ممكن اطلع معايا محمد مرة نعمل فيها تحديات، نعمل فيها مثلا برضه ايه، قصة كده، زي يعني هتبقى ايه، يوميات كده، فاهمين اللي هو
هنشارك بعض فيها كل حاجة جميلة، وان شاء الله يا رب تعجبكم، ويا رب بجد والله يلاقي برضو الكلام الجميل اللي حفزني وشجعني في القناة التانية برضو يكون هنا، لانه والله كلامكم ده بيفرق جدا، عارفين بيدي الطاقة كده ايجابية للواحد، يخليه يقوم يصور ويقوم يتكلم. سبحان الله والله يعني بحس بفرحة كبيرة وانا بصور كده لما بشوف كلام جميل وتعليقات جميلة وبجد ان في ناس قلوبها طيبة كده وقلوبها بتحب الخير لبعضها كده، وتلاقيها ما شاء الله يعني مؤمنين بالكلمة الطيبة صدقة كده، ان انت مثلا بتتكلم الكلمة ما شاء الله والله بتفرح اللي قدامك جدا. فمهما كانت هي بالنسبة لك بسيطة بتبقى بالنسبة لي انا كبيرة والله، وربنا يعلم. وزي ما قلنا بقى القناة دي هتبقى متنوعة. العصبية الزايدة قوي على أتفه الأسباب، والعياط بحرقة من غير سبب أو على سبب بسيط جدا مش مستاهل، إحساسك بأن الابتسامة دي بتكون تقيلة عليك وفعلا مش قادر تعملها، التلكيك اللي بتعمله عشان تسيب اللي انت معاهم، وبخناقة بسيطة تدخل اوضتك وتقفل عليك وتقعد لوحدك، السكوت اللي انت غرقان فيه ده ومحدش عارف حتى يوصف مالك، ولا انت عارف حتى توصف مالك، تعاملك الوحش الجاف مع الناس ده، يعني اللي حتى هم كويسين معاك، كل ده لو حسيت بيه كل اللي حواليك هيقنعوك ان هو اكتئاب، ده مش حالتك، فهتفضل تحلف لهم مليون يمين ان انت مش متضايق، وهيقول لك لا. الشخص المكتئب برضه بيشوفش ان هو مكتئب، بس ما بيحسش ان هو مكتئب، فهتتعصب وترفض وتزعق وتصرخ وتستسلم لفكرة ان انت فعلا مكتئب، بس في الحقيقة ان انت مش مكتئب ولا حاجة، كل الحكاية ان انت شلت فوق طاقتك، ان انت استحملت كتير قوي، انت ضحكت كتير قوي وقت ما كنت عايز تبكي، انت قلت ان انت تمام وكويس وقت ما كنت يعني متدغدغ من جواك ومتحطم. الحقيقة ان انت عمال تيجي على نفسك واستحملت وعديت كتير قوي الناس ومقدروش ده. الحقيقة ان انت منعت دموعك تنزل على اسباب تستاهل، فنزلت على اسباب حاليا ما تستاهلش، منعت نفسك تتعصب في مواقف كتير جدا تستاهل، فبقيت تتعصب في مواقف ما تستاهلش، استحملت ناس ما تستاهلش، فبقيت مش قادر حتى تبص في وش حد يستاهل. اللي بيعيط من غير سبب وبيكون متعصب على طول وبتزعق على طول ليل مع نهار، دي مش مجنونة ولا مكتئبة، لا دي استحملت كتير وشالت مسؤوليات كتير قوي وشالت فوق طاقتها وقرف كتير وضحكت كتير جدا وهي موجوعة. واللي بتعيط من غير سبب لوحدها كده يعني بيبقى من جواها كتير، جواها كتير قوي، ومحدش فكر ان هو يسمعها حتى او حتى يشيل عنها او معاها. الناس دي مش مكتئبة ابدا، الناس دي فاض بيها بجد، الناس دي فاض بيها من كتر ما استحملوا، فانت مش مكتئب، فبجد والله ما توصلش نفسك للمرحلة دي ولا توصلي نفسك للمرحلة دي. دايما خلي لنفسك مكان كده، خلي لنفسك يعني ما تاخدش فوق طاقتك، خلي المواضيع كلها بالراحة وكل الامور تتحل بيسر، خدي الموضوع عارفة اللي هو ازاي على اعصاب هادية، حاولي تتقبلي اي حاجة، بس اللي هو ايه ما تجيش على نفسك، مش هتقدري تتقبلي الموضوع او تتخطيه، واجهي ولا يعني احتجي عن الموقف او شوفي ايه اللي مزعلك وما تعمليهوش، مش علشان خاطر ما تتنزليش علشان خاطر حد، حتى لو الحد ده يستاهل صدقيني، لان ما انتي تستاهلي، انتي تستاهلي، انتي بعد كده زي ما قلتلك هتلاقي كل اللي حواليك يقنعك ويقولك ان انتي مكتئبه وان انتي وصلت لمرحله انهيار عصبي، واللي مش عارف كان يقول دي مجنونه وبتعيط وايه اللي هي فيه ده. فبجد والله ما تتحملش ولا تتحملي فوق طاقتك، محدش هيحس بيكي غير نفسك. الناس بجد اللي بتوصل الناس دي للمرحلة دي يا ريت بجد والله تراعوا مشاعر اللي قبالكوا شوية، ما توصلش اللي قدامك لمرحلة اللي هي العودة وترجع تقول هو زعل ليه. مفيش شجرة بتقع من ضربة واحدة، ولا كوباية بتتملي من نقطة مية واحدة، ولا شخص هيرمي طوبتك ومعاه محبتك من غلطة واحدة او كلمة واحدة. احترموا الفرص والتفويت، لان التراكمات دي بتتهد، رصيد الغلاوة سهل جدا ان هو ينكسر. بجد ما توصلوش الناس دي لكده ولا تخلوا يعني، لان بجد بيتحملوا علشانكوا كتير، فرفقا بيهم بالراحة، وحاولوا فعلا تتمسكوا بالناس دي قوي، لان الناس دي بتتحمل كتير جدا عشان ما تخسركش، وده لانها بتحبك، فتمسك بيهم لان في الزمن ده مفيش منهم كتير.
ما تنسوش بقى تنصحوني وتدعموني في نفس الوقت، اللي هو دعوة حلوة من القلب كده، نصيحة جميلة كده، لايك، اشتراك، تعليق. يلا كل سنة وانتم طيبين.